اكبر فريق في افريقيا والشرق الاوسط. تعال نشوف قائمة اكبر فريق ومباراة مصيرية. انت لو المباراة دي ما فزتش بيها هتخش في حسبة بيرما، وهتروح مع استاد ابيجان. التعادل او الخسارة هيخليك انت تخش في حسبة بيرما، ولازم تكسب اورنالدو بايرتس وموضوع موال اسود. يعني ده انت داخل على مباراه مصيريه. هي المشكله مش في ان انت داخل على مباراه مصيريه ولا الفريق اللي انت هتقابله شكله عامل ازاي. المشكله اللي انت محطوط تحت ضغط، وبعيدا على انك محطوط تحت ضغط من فتره كبيره جدا. بنشوف النادي الاهلي بدون محترفين تماما. هتقول لي ازاي؟ تعال اقول لك قائمه النادي الاهلي بتضم مين. قائمه النادي الاهلي بتضم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، يوسف ايمن، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد هاني. عوده حميده لمحمد هاني بعد غياب طويل. محمد هاني اللي كنا بنقوله يا عم يا ريت يمشي ويخلي اي حد تاني يشارك في مكانه، احنا دلوقتي بنقول حمد لله على السلامه لرجوع محمد هاني مره تانية لتشكيل النادي الاهلي عشان يرحمنا من اللي بنشوفه من خالد عبد الفتاح اللي بيفتح شارع باسمه في الجبهه اليمين تماما. محمد هاني، كريم الدبيس، اكرم توفيق، مصطفى ابو الخير، عمرو السوليه، مروان عطيه. مصطفى ابو الخير ده من ضمن الناشئين عشان بس تبقوا انتوا فاهمين معايا، او من ضمن الشباب. مروان عطيه، كريم نيدفيد، كريم وليد. أنا مش عارف ده موجود في القائمه بيعمل ايه بس ما علينا. عمر الساعي اللي ما صفقه جت بقالها 6 شهور ما شفناش منها بربع جنيه كوره اساسا، والراجل مش مقتنع بيه. احمد نبيل كوكا، امام عاشور، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، وسام ابو علي، سمير محمد. النادي الاهلي داخل بخط هجوم وحيد وهو وسام ابو علي. يعني وسام ابو علي لو اتصاب مش هتلاقي حد يلعب هجوم غير انت هتجيب الشاب سمير محمد ده وتلعبه مكانه. ده الحل الوحيد وده الحل الامثل. لك ان تتخيل ان قائمه النادي الاهلي اكبر فريق في الشرق الاوسط وفي افريقيا هي دي قائمته اللي هتشارك قدام استاد ابيجان، او دي القائمه المسافره لاستاد ابيجان بدون محترف واحد. مفيش محترف واحد حتى موجود في القائمه. عندك 5 محترفين، 3 مصابين او 4 مصابين، وواحد رحل عن النادي الاهلي. بيرسي تاو طبعا راح لقطر القطري، وكهربا للاتحاد الليبي. وطبعا كده كهربا ما كانش بيشارك، وبيرسي تاو كان بيشارك على فترات. فلك ان تتخيل ان هي دي قائمه النادي الاهلي المسافره لاستاد ابيجان. نتمنى نتمنى ان شاء الله في مباراه استاد ابيجان التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى الاداره تفوق شويه. احنا النهارده 9 يناير،